بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم الخميس 22/6/2023. إن شاء الله في الفيديو هنتكلم عن أسعار الرز على أول اليوم. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان يصل لغيرك ويستفيد بأسعار اليوم. هنتكلم سريعا على حالة سوق الرز. حالة سوق الرز من امبارح آخر اليوم لأول اليوم النهاردة في طلب على الرز الأبيض. في طلب على الرز الأبيض وفي عرض شعير، يعني الاتنين موجودين في السوق. الطلب موجود والعرض موجود. ففي أي لحظة لو واحد لو العرض زاد عن الطلب ممكن الرز ينزل، ولو الطلب زاد عن العرض ممكن الرز يرفع. والسوق مفتوح للاحتمالات كلها في الأيام اللي قبل العيد. كل عام وأنتم بخير. يعني مفتوح لأي حاجة ممكن تتوقعها في السوق. فزي ما قلت لحضراتكم في طلب وفي عرض، لو اللي هيزيد أو يقل هيأثر في السوق. ده حال السوق باختصار. وبرضه يغلب على السوق برضه الحذر في الشراء والبيع. هنبدأ مع بعض الأسعار. أسعار الرز الأبيض: رز أبيض عريض أعلى جودة، زيت وبخار وسوليتكس، بضاعة أعلى جودة، ب23,300 من أرض المضرة. ده الأبيض العريض الأعلى جودة، يعني بضاعة كسر من 8 إلى 10%. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع: أبيض رفيع أعلى جودة، زيت وبخار وسوليتكس، ب21,500 من أرض المضرة. دي طبعا الأسعار الرز الأبيض. واللي بيسأل على سعر الشكارة هتضرب سعر الشكارة، سواء الشكارة 10 كيلو في سعر الكيلو. والأسعار دي من أرض المضرب رز ساي. بالنسبة لأسعار الشعير: شعير عريض وصال للمضرب ب15,600. شعير رفيع وصال للمضرب ب14,700. أسعار التنفيذ: التنفيذ في الشعير العريض ب15,400، والتنفيذ في الشعير الرفيع ب14,500. أسعار المخلفات: السرس المطحون ب1700، الجونة ب12,000، والكسر الناعم ب13,000. وبكده يكون عرضت لحضراتكم أسعار أول اليوم. لو في تغيير على آخر اليوم إن شاء الله مع بقية الأسعار هنتكلم فيه في فيديو آخر اليوم مع بقية أسعار المحاصيل اللي بنقدمها على القناة هنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.